عارفين يا جماعة هو ايه الفرق ما بين الغرق في البحر والغرق في النيل؟ وايه المدة اللي الانسان بياخدها علشان يغرق في الوسط؟ في عوامل كتير جدا بتتحكم في الموضوع زي درجة الحرارة والبودي ويت وحاجات تانية، ولكن اللي هتكلم فيه ده هو اهم عامل من العوامل، وهو يعني باختصار بيكون سبب الوفاة. الموضوع هو الاوزموتيك بريشر او الضغط الاسموزي ما بين الاتنين اللي هو المية والدم. البريشر بتاع الدم قريب جدا من المية العذبة او مية النيل. ده بيخلي الانسان لما يغرق في مية النيل او اي مية عذبة، المية دي بتدخل اللنج، ومن اللنج بتدخل الدم بسرعة كبيرة جدا. فلما تدخل بسرعة كبيرة جدا الدم بيفرقع. الدم اللي هو الار بي سيز لما تفرقع يطلع نسبة كبيرة جدا من البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده اخطر ايون على القلب، يحصل كاردياك ارست. والموضوع ده كله بياخد 5 دقايق. على عكس البحر الاوزموتيك بريشر ما بين البحر والدم كبير جدا، الميه بتبقى مالحه قوي، فده بيخلي بقى العكس، ان الميه من الدم تروح لللنج، لان اللنج بتبقى مليانه بميه البحر. فلما الميه من الدم تروح للميه اللي في اللنج، ده بيخلي الموضوع ابطا شويه، بيخلي الدم كونسنتريتد قوي بالايونز. الموضوع ده كله بياخد وقت اطول، وبصراحه هو مش اخطر على القلب زي ما البوتاسيوم خطر على القلب في حاله ميه النيل. خطورته بتكمن ان اللنج مش بتبقى عارفه تتنفس، فمفيش اكسجين في الدم. الوفاه بتحصل برضه، ولكن بعد 15 دقيقه، تقريبا 3 اضعاف ميه النيل. فعشان كده وقت الوفاه في ميه البحر اطول من ميه النيل. وبس كده، ربنا يحفظنا كلنا ان شاء الله.